حلقتنا الحقيقه راح نبدا في موضوع انا والله ما كان ودي اتطرق له ابدا ابدا. وجاتنا اتصالات كثير وقالوا لنا نتكلم عن الموضوع وكنا يعني نبغى نطنش الموضوع لانه بصراحه موضوع لا يستحق ان يفرد له مساحه، ولكن يبدو الموضوع اخذ حجم كبير. احنا شفنا حديث الصحفي او الاعلامي الكويتي عبد الوهاب العيسى الذي وصف المنتخب السعودي بمخلفات الحجاج او بقايا حجاج. طبعا هذا الحديث لا يصدر من احد عنده اتزان في ذهنه او في عقليته، لكن وكما كان المفروض حتى نرد عليه. خرج اليوم الاخ عبد الوهاب العيسى في قناه ابو ظبي في برنامج خط السته وابدى اعتذاره عن وصفه للمنتخب السعودي بان بقايا حجاج على صفحته الخاصه بتويتر، وذكر في البرنامج بانه المساله لا تتعدى كونها ميانه وانه يتغشمر مع اصدقائه واعتذر. والاعتذار يعني في نهايه المطاف الاعتذار شيء جميل يعني عن اي خطا يبدو من اي شخص اذا كان الموضوع فعلا غشمره. احنا من وجهه نظرنا انه كان ودنا انه يعني عبد الوهاب يواصل اعتذاره ويعتذر عن ايضا حديث سابق له بالصوت والصوره في احد البرامج التي يقدمها حينما تهكم على المراه السعوديه وعلى النظام الاجتماعي في السعوديه، وكان يستخف بشكل كبير جدا. فإذا كان هذاك غشمرة ومزح وعلى الموقع الخاص في تويتر ونقول خطأ أو زلة إنترنت أو زلة قلم أو زلة أي كانت الزلة، أنا ما أعرف إيش ممكن يوصف المقطع اللي راح نعرضه الآن. يعني خلينا نشوف المقطع وبعدين نرجع نتكلم. نشوف المقطع. نعم، في عندنا موضوع ثاني اليوم غادة راح نتكلم عنه لكن بشكل سريع، وهو دخول المرأة السعودية للسلك العسكري. نعم. وهذه يعني بعض الصور اللي احنا قاعد نشوفها يعني في امامكم الشاشة، وهذا شيء جميل غادة ان المرأة تدش السلك العسكري. لكن انا عندي سؤال، المرأة اللي جات تداوم انت مع السايق ولا تسوق بروحها؟ فانا ماني قادر اتخيل ان عسكرية يعني انت مع السايق ونزلها المعسكر، وبعدين خلينا نفترض صار في هناك يعني لا سمح الله حرب او محاولة استنفار، هل راح تدق على السايق وياخذها تحارب العدو؟ فاعتقد هو يعني هي خطوة آلية يعني. ألف مبروك، هذا مكسب كبير لكم. نعم. ولنا أكيد. هذا كان كذا يعلق على الصورة يعني قبل العرض العسكري يكون جاي مع السايق ما تكون ما تدش العقل، تطلع مسدس قدام السايق. إن شاء الله تكون خطوة ثانية. إلا هم يدربون السواق قبل لا يدخلون اسمه، بس زودناها شوية. شفنا هالمقطع. أنا عن نفسي يعني تحية كبيرة جدا لأخواننا وأصدقائنا وعيال عمنا وأشقائنا في الكويت، الإعلاميين الكويتيين اللي هذا الشخص أكيد ما يمثلهم أبدا. إحنا بيننا وبين الكويتيين علاقة نسب وعلاقة أخوة، وهم قبلنا يرفضون هذا الحديث. نقدر جدا الموقف الرائع والشجاع واللي ما هو غريب على الكابتن عبد الله وبران نجم الكرة الكويتية، اللي قال في حديثه بأنه هذا الشخص تافه ولا يمثل إلا نفسه، وأن ربع صحفي سعودي أهم منه. نقدر جدا الموقف هذا الكابتن عبد الله وبران، والكبير كبير يا وبران طبعا مش غريبة عليك، لكن المسألة ما هي مسألة غشمرة، يعني مسألة واضح أنه هذا الرجل دأب على الإساءة للسعوديين لما وصفنا بمخلفات حجاج وقلنا اعتذر، بس ليش ما اعتذر عن هذا المقطع؟ أبو تركي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت قلت في بداية حديثك أستاذ تركي أنه الموضوع كان مفترض أنه ما نعطيه، ولكن أخذ أبعاد. لما عرضت المقطع هذا بالفعل يعني صحيح نتكلم عن المرأة بشكل عام، يمكن عن المرأة الخليجية، ولكن عموما احنا حريصين على إقامة دولة الخليج أدت اللي يعني المطلوب منها من سنوات، ولكن حريصين على إقامتها للترابط أكثر، لإذابة التشاحن ما بين أو المشاحنة ما بين الأخوة. لما يجي تصرف فردي من شخص زي ما تفضلت هذا ما يمثل الكويت، وأشك أنه كويتي، لأنه الكويتي الأصيل ما يمكن يقدم على مثل هذا التصرف. أولا المسألة ما تستاهل أنك تتجاوز. لما يقولنا الغشمرة تجي مثلا في مجلسك الخاص، لكن لما توثق الغشمرة هذه وتسيء إلى بلد وأنت عارف قيمة هذا البلد وأنت عارف قيمة هذا البلد وعارف وش كان موقف هذا البلد منك وشعب الكويت بشكل عام لما جت الأزمة، لأن وقفنا وقفة صادقة بقيادتنا وشعبنا لأنهم يستحقون. نحن زي ما تفضلت أهل وفينا نسابة وقرابة، ولكن يصل المرحلة انه والله الغشمره الى انك تسيء الشعب كامل، هذا مي غشمره. حتى لو اعتذر، حتى اعتذاره كان سلبي، من ضمن اعتذاره قال انه اعتذر للبسطاء، يعني برضه هذه تحتها خطين،
لأنه فعلا لا يعي ما يقول. وأشك أعود أشكك أنه غير كويتي، الكويتي الأصيل ما يقدم على هذا التصرف. كابتن فهد. أنا أقول شكرا أنك وريتنا، يعني يمكن أولا من شكله واضح أنه باين أنه صغير في السن ولا يعي ولا يتكلم بعقل راجح وكبير. وأنا بكل أمانة أقول يمكن أنه ما عاش وليس منة والله على الكويتيين. الكويتيين فيهم منا الأخوان وفيهم العم وفيهم القريب، وهم تعود الشعب السعودي والشعب الخليجي مع بعض أننا أسرة واحدة. ومن أهداف دائما بطولات الخليج أنها تجمع الشمل وتؤلف الصداقة والمحبة والترابط بين دول الخليج. الحقيقة لا أريد أن أذكر وقفاتنا كقيادة وكشعب أيام الاحتلال أو الغزو الغاشم العراقي على الكويت، لما السعودية فتحت قلوبها وبيوتها. وأنا متأكد أنه لا يمثل زي ما قال أخوي أحمد على للشعب الكويتي أبدا. هذا إنسان صغير في العمر، صغير في العقل. أنا كنت أتمنى أن ما نخلقه كبطل وكأسطورة، بطل لنفسه، وليس أنه بطل بتصرفاته وعقله، لكن مع نفسه يحس أنه بطل بعد هذه الهالة وهذا اللي خذاه. الحمد لله أنه يعني كل إناء بما فيه ينضح، وهذا للأسف أقدر أقول أنه صغير ولا نبغى نعطيه أكثر من حجمه. وإحنا متأكدين من إخواننا في الكويت يعني يعطونا كل تقدير واحترام ومعزة. فيعني للأسف طلع واحد زي هذا، أتمنى أنه لا نعطيه أكثر من حجمه وكما كنت أتوقع. ولله الحمد لله شفنا شكله يعني يبين أنه صغير ولا يعي ماذا يقول. هو يزيد الحقيقة وش تقول، يعني شيء فعلا يندل الجبين أن يكون الإعلام ومسؤولية الإعلام في يد مثل هذا الشخص. يعني أعتقد أن تتجرأ على المملكة العربية السعودية، على أرض الحرمين، على أرض الإسلام والمسلمين ومهد الإسلام والمسلمين، على مظلة العالم الإسلامي، على البلد اللي نفديها بأرواحنا، يجي واحد مثل هذا يتكلم بكل بساطة بكل سهولة بدون ما يكون في أي محاسبة وبدون ما يكون في أي ردة فعل. يعني أنا أعتقد أنه الإخوان في الكويت بلدهم المملكة العربية السعودية هي البلد الأول وليست البلد الثاني لهم، والعلاقات اللي بين البلدين أكبر من أن يتدخل مثل هذا الشخص في محاولة استلطاف نفسه ومحاولة يعني المساس ووضع له وضع يعني يريد أن يكون مميز ويكون يحتك في الكبار ويحتك في المملكة العربية السعودية. وأنا أعتقد أن المملكة أكبر من هذا الشخص وأكبر من أن تلتفت لمثل هذه الترهات. نحن نعتز بحكامنا، نعتز بديننا، نعتز بوطننا، نعتز بترابنا، نعتز بأرضنا ونفديها بأرواحنا. وإذا كان ما يعرف هذا من هي المملكة العربية السعودية، أعتقد أن هناك من يعني يستطيع أن يلجمه حجرا ويعرفه من المملكة العربية السعودية. تضمون صوتكم لصوت الكابتن عبد الله وبران اللي طالب انه يتم الحديث والتحقيق مع هذا الشخص. أنا توني بقول هذا أقل شيء أو أقل اتخاذ حقه، مو رد اعتبار، لكن وضع نقاط على الحروف وتصحيح مفاهيم عند البعض من يريد أن يسيء بين بلدين شقيقين. زي هذا نكر أعتبره أو أكرر أنه غير كويتي، طبعا مو كويتي أصيل أبدا، لأن الكويتي الأصيل ما يمكن يقدم على التصرف الأحمق. يجب محاسبته ويجب أنه يعني الرأي العام في الكويت وفي المملكة العربية السعودية يعرفون ماذا تم وما هو الإجراء اللي اتخذ بحقه. احنا طبعا في نقطة مهمة أن افتخر بأختي وأمي بتحفظها بتقاليد كبيرة. هو قاعد يطنز في موضوع سواقة وموضوع طلوعها لوحدها أو بطرق أخرى زي ما هو متعود، لكن لله الحمد أن نفتخر بتقاليدنا الإسلامية في خواتنا وأمهاتنا وأجدادنا بأنهم متمسكين لله الحمد. يعني في نقطة مهمة أني أناشد الحقيقة المسؤولون والقائمون على قناة الوطن بأن اتخاذ موقف في حق هذا الشخص اللي لا يعي كيف يشق الصفوف الخليجية. طيب احنا نغلق هذا الموضوع، احنا بس حبينا نعرض لأنه أنا زي ما قلت لكم هو طلع وقال لنا يعتذر في قناة أبو ظبي.